في هذه الحلقة من ألغاز النجوم العالمية نحكي لكم قصة واحدة من أغرب نهايات نجوم العرب، صلاح قبيل، النجم الذي رحل وسط لغز مخيف. في عام 1992 أعلنت الصحف وفاة صلاح قبيل بأزمة قلبية حادة. دفن سريع ونهاية بدت طبيعية للجميع. لكن بعد أيام قليلة بدأت الشائعات تنتشر بقوة. قالوا إن صلاح قبيل لم يكن ميتا حين دفن، وإنه استعاد وعيه داخل القبر وحاول الخروج، لكن الموت أدركه في مكانه الأخير. روايات شهود قالت إن الجثمان وجد في وضعية غير طبيعية، وكأن صاحبه حاول أن يتحرك بعد الدفن. لكن المصادر الرسمية أنكرت ذلك تماما وقالت إنه رحل بلا أي خطأ طبي. رغم النفي، بقي الخوف في قلوب محبيه وبقي الغموض يحيط بالقصة إلى اليوم. هل كانت مجرد إشاعة أم أن وراء الصمت الطويل حقيقة مخيفة لم يكشفها أحد؟ صلاح قبيل، صاحب الحضور القوي والأدوار الخالدة، اختتم رحلته بحكاية حزينة. حكاية جعلت نهايته واحدة من أكثر النهايات رعبا وغموضا في ذاكرة الفن. الخاتمة: رحل صلاح قبيل وترك وراءه أدوارا لا تنسى وصمتا ثقيلا في قبر يحمل ألف سؤال. هل غدر به المرض أم غدر به القدر؟ ربما لن نعرف الحقيقة أبدا، لكننا نعرف شيئا واحدا، أن الفنانين يرحلون، أما قصصهم فتبقى تهمس لنا كل ليلة أن النهاية ليست دائما كما تبدو.